إن شاء الله النهاردة هنعمل كاستر الفواكه، حلا بارد خفيف ومنعش، والأحلى إن من غير سكر. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. أي فاكهة بتحبيها استخدميها. هاخدها أقطعها بالشكل دوت، وهضيف عليها عصرة ليمونة كبيرة. هقلبهم مع بعض، وهبدأ أجهز أي صينية أو أي قالب عندك. هديها مسحة بسيطة جدا من الزيت، وهبدأ أنزل بالفواكه. أنا عايزاها تكون معايا صينية مفرغة من النص، فهضيف لها كوباية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ أجهز الكاستر. عندي 6 معالق كبار من الكاستر الفانيليا، هضيف عليهم لتر من اللبن. طبعا المقطع هنا اتحذف. هقلبهم كويس جدا وهرفعهم على النار. طبعا انا ما ضفتش هنا اي سكر، انا استكفيت بالسكر اللي موجود في الفواكه. لو حابه تضيفي سكر ضيفي. وادي كده شكلها. بسيبها حوالي 5 دقايق تبرد، وهضيفها على طول على الفواكه. ما تحطهاش وهي سخنه عشان الفواكه معاكي ما تستويش. هبدأ ادخلها على طول التلاجة. انا سبتها من بالليل للصبح، ممكن تسيبيها حوالي 6 ساعات تجمد معاكي، واول ما بتطلع بزينها كده بصوص كراميل او اي كراميل عندك. شايفين بقى شكلها جميل جدا، كأني عاملة كريم كراميل مش كاستر. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. سهل وبسيط، طعمه حلو جدا، فواكه باردة وطعمها حلو قوي، والأحلى إن هي من غير سكر، تنفع جدا للدايت. جربوها هتعجبكم، وبالهنا والشفا.